السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم صيغار مالحين بحشوه لذيذه سريعه كيوجدوا في الحين، ما كياخذوش وقت طويل نهائيا. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا صدر ديال الدجاج اللي قطعته قطع صغيره على هذا الشكل، لانني غادي ندخلو للفرن. نبغي انا يطيب لي دغيا بسرعه وما ينشفش في نفس الوقت. غادي ندير له العطريه تقريبا شويه ديال الابزار وسكينجبير، ملحه، ثومه بودر، ومعلقه موين ديال العطريه ديال الحوت كتعطي واحد النسمه زوينه. غادي نحاول انني نلبس هاد الدجاج بالعطريه اللي درت ليه، وغادي نخليه واحد شويه حتى نحس بالعطريه دخلات فيه. وغادي ندير له واحد الرشيشه نتاع الزيت. هنايا انا راني مسخنه الفرن على درجه الحراره اللي هي عاليه باش غندخل الدجاج ديالي يطيب. في نفس الوقت ما تعطلوش عليه باش ما ينشفش لكم الدجاج، يعني فقط نحسو به طاب كنحيدوه. كميه نتاع الزيت انني غادي ندخلو الفرن، ما غاديش نشحر الدجاج. ممكن الا بغيتو تشحروا، ولكن من الاحسن الا درتوه في الفرن. صافي هنايا غادي نجيب لاطه اللي غندخلها الفرن. بطبيعه الحال كنفرشوا لها الورق ديال الطبخ باش ما يلصقش لكم الدجاج في اللاطه. من الاحسن عارفين الصدر ديال الدجاج كيلصق، يعني صراحه ما غاديش ياخذ واحد الوقت طويل، ما كملش 5 دقائق كنت خرجته. يعني فيه ساعه ما كياخذش وقت طويل، وفي نفس الوقت بغينا يبقى عندنا الدجاج فتي، يعني ما يكونش ناشف. بطبيعه الحال الكميه نتاع الدجاج كتحكموا فيها نتوما على حسب شحال باغيين ديروا. وصافي هنا كناخذ لها شوار، غادي نلوح فيها داك القطع ديال الدجاج. من بعد ما كيطيب كنخليوه كيبرد غير واحد شويه وكنطحنوه. من بعد ما كنطحنوه مزيان غادي نضيف له دان فيمي، كميه اللي نتوما تبغيو على حسب الكميه نتاع الدجاج اللي نتوما دايرين. وكنعاود نطحن. وكنعاود نزيد هنا واحد شويه نتاع البصله اللي شحرتها مع شويه ديال المليحه، كنزلوها مزيان بصيله وحده. وكنعاود نطحن مزيان. هنا غادي نفرغ هاد الكميه اللي عندي في بول اللي غادي نتحكم فيه باش نخلط مزيان. وغنضيف هنايا مثلثات ديال الجبن ومعلقه كبيره ديال الجبن. وغادي نحاول انني نخلط هاد المكونات. ممكن الا بغيتو تكتفيو غير بالجبن بوحدو، ولكن هذاك الجبن المثلث كيعطيه واحد البنه بنين. من الاحسن نختاروا يعني نوعيه اللي مزيانه كتكون في واحد البنه الصراحه، كتعطي واحد البنه اللي هي زوينه. ممكن انكم تخلطوهم بجوج، صدقوني كيجيو صراحه زوينين.
صافي. وكنخلط جيدا حتى كينسجم ليا الجبن مع الخليط ديالي ديال الدجاج. صافي. هنا كناخذ الورقه نتاعي اللي كنقطعها على 4. انا غادي نشكلهم على شكل سيكا، ممكن نتوما ديروهم هكا على شكل بريوات اولا اللي تبغيو. طبيعه الحال الشكل كيبقى كل واحد على حسب داكشي اللي كيبغي. صافي. كناخذ واحد الكميه اللي هي قليله بحال هكا، يعني ما نكبروهش بزاف لان راكم عارفين يعني دائما هاد النوع ديال السيجار الا كبرتو الحشوه اولا زيرتو الورقه يعني كيطرطقوا، سواء قليتوهم اولا درتوهم في الفرن، لان راكم عارفين الجبن من بعد كيفاش كيولي. ودائما تنخدموا خدمه مرخوفه، يعني ما كنزيروش الورقه ديالنا نهائيا، ان الا زيرتوها من بعد ملي كديروهم كيطيبوا كيزيدوا بحال كيتنفخوا وكتطرطق الورقه، سواء في الفرن كما قلت لكم ولا لا قليتوهم. دائما كنخدموا الورقه مرخوفه. بالنسبه لي انا هنا قليتهم، ممكن انكم دهنوهم شويه نتاع الزبده كما شفتوا انا من قبل. يعني انا فاش كنت كنقادهم ما دهنتش بالزبده نهائيا وما دهنتش بالزيت، يعني احتفظت بالورقه كما هي. ممكن انكم تقليوهم اولا ديروهم في الفرن. طبيعه الحال في الفرن غادي تدهنوهم شويه نتاع الزبده اولا الزيت اللي كتبغيو. وهذا هو الشكل النهائي، كيجيو زوينين بزاف في المنظر ديالهم وحتى في المذاق يا سلام، ما تشبعوش منهم. ممكن انكم تجربوهم، وإلا عجبكم ما تنساونيش اخواتي من لايكات ديالكم وتخليو لي شي تعليق زوين بحالكم. مع السلامه، الى الفيديو قادم ان شاء الله.